صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين. طبعا حفظته بقالي فترة كده معتمد الوصفات السهلة السريعة، ويا سلام بقى لو كلها كده بتتعمل في حلة واحدة. جربوا الطريقة الخطيرة دي، هنسمي بالله ويلا بينا نبدأ. انا هعمل معاكم النهاردة البرياني. انا جربت طرق كتير وهو في بلده بيتعمل بطرق كتير، بس دي افضلهم. عندي حلة فيها مية بتغلي، ضفت فيها معلقة كده من الملح، مكعب من الزبدة، ورق لورا، حبهان وعود من القرفة، وواحدة كده من الليمون اللومي، ونزلت بنص كيلو من الرز البسمتي. بعد ما قلبت الكلام ده كويس جدا اتأكدت ان الملح اللي انا ضفته امتزج مع المية، وهبتدي اسلق الرز بتاعي لمدة 10 دقايق بس، وبعدين هصفيه. ودي اول مرحلة انا هبتدي بيها، لان انا زي ما قلت لكم انا هعمل الوصفة كلها في نفس الحلة. بعد ما صفيت الرز كويس جدا في نفس الحلة، حطيت مكعب من الزبدة، شوية صغيرين من الزيت عشان بس الزبدة عندي ما تتحرقش، وكنت مجهزة عندي بصلة كبيرة تكون مبشورة، نزلت بيها على الزبدة، قلبت كويس جدا. اول ما البصل خد لون ذهبي فاتح خالص، نزلت بمعلقة صغيرة مليانة من الثوم المفروم، قلبت كويس جدا. مجرد ما اشم ريحة الثوم هضيف البهارات اللي انت شايفاها دي. معلقة كبيرة مليانة من بهارات البرياني، معلقة صغيرة مليانة من الجنزبيل البودر، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ملح حسب الرغبة، وشوية صغيرين من القرنفل او المسمار، وحطيت كام واحدة كده من الفلفل الحار المجفف، وممكن تستغني عنه لو انتي ما بتحبهوش. نزلت بالبهارات بتاعتي، قلبت كويس جدا. اول ما شميت الريحه الحلوه بتاعت البهارات، كنت مجهزه عندي طماطميتين كبار مبشورين، نزلت بالطماطم بتاعتي. لو مش عايزه تحطي طماطم فريش، ممكن تحطي معلقتين كبار من صلصه الطماطم المعلبه، بس انا ما بحبش استخدمها قوي. سبت الخليط الخطير ده دقيقتين على النار، طبعا النار هاديه، بقلب فيه باستمرار. وبعد كده نزلت بعلبه من الزبادي متوسطه الحجم، وبفضل اقلب كويس جدا زي ما انت شايفه كده لحد ما الزبادي عندي يدوب في قلب الخلطه الخطيره دي. دقت الخلطه، لو احتاجت ملح في المرحله دي بتزوديها، وبعدين بتنزلي بقى بالفراخ بتاعتك، سواء صدور وراك فرخه مقطعه. قلبت الفراخ مع الخلطه كويس جدا، وبعدين ضفت ميه يا دوب غطيت الفراخ، وسبت الفراخ على نار متوسطه لحد ما تستوي تماما زي ما انت شفتي كده. وبعد ما اتاكد ان هي استوت، ببتدي ارفع الفراخ عندي على صينيه جانبيه، وفي نفس الصوص الباقي الخطير ده هبتدي اضيف الرز بتاعي عشان يكمل التسويه بتاعته. بفرد الرز بتاعي بدون تقليب على الوش زي ما انت شايفه كده، عشان انا عايزه الرز بعد كده يطلع لونين مختلفين. نزلت عندي بشويه كده من البصل المقرمش المقلي، ونزلت كمان بشويه من البقدونس او الكزبره الخضراء الموجوده عندك، وغطيت الرز على نار هاديه واسيبه يكمل التسويه بتاعته. عندي هنا شويه من الميه صغيرين جدا، حطيت على طرف المعلقه لون صفار الزعفران، وده سايب بتجيبيه من عند العطار عشان هيديك اللون الحلو للرز اللي انت شايفاه ده. قلبت كويس جدا، وبعدين نزلت في اماكن متفرقه كده على الرز. سبت الرز بتاعي خد حوالي 10 دقايق، اقل من 10 دقايق، وبعد كده بتقدميه بالشكل الخطير ده. وبالنسبه للفراخ انا بحب احطها تحت الشوايه تاخد بس لون بسيط زي ما انت شايفه. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم بطريقتي. اشوفكم على خير في فيديو جديد.